السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نوفيل فيديو، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نشارك معاكم الحريرة كما راكم تشوفوا، حريرة رمضان ولا حريرة المناسبات ولا حريرة الاعراس، حريرة ليصال كيما بغيتو سموها. شوفوا روعة في البنة. الا بغيتي تكوني متميزة في الحريرة تبعي الوصفة مع جميع اسرارها غادي نشاركها معكم. هنا عندي كمية تاع الخضرة، عندي اللحم كما راكم تشوفوا، عندي لي زيبيس، هنايا عندي نجمة الارض القرفة والكيب تاع الجامبو، وعندي طماطم مصبرة. دوك نشارك معكم الخضرة مع كيفية التحضير. جبت الكوكوط تاعي، درت فيها الثمغار تاع الزيت، وغادي نقشط فيهم البصل، 2 حبات كبار تاع البصل، وندير لا كوكوط على نار مهيله. هنايا شوفوا الحريره تبغيك تقلي الخضره مع اللحم باه ما تجيكش ميها. وهاد الوصفه تقطع ل 12 شخص. الحريره تجيكم ل 12 شخص، يعني زوج تاع زلايف كبار تاع حريره. نقلوا البصل بيان مع هذاك الزيت. هنا كيما راكم تشوفوا الزيت بدا يسخن. الصورة راهي واضحة. درت الزعفران وبديت نقلي في هذاك البصل، زدت عليه الكمية تاع اللحم هنايا درت الفو، غير شويه تاع الفو، كرة تاع شحم تاع غنمي، وزوج فخار تاع دجاج. اللي ما عندهاش الفو دير نص دجاجه ودير كرة تاع شحم تاع غنمي. واللي ما عندهاش كاع اللحم تكتفي بجامبو والشحم. تبعوا فقط طريقة التحضير ويعني وجميع الأسرار راح تشوفوهم خلال الفيديو. نقلو هنايا هذاك الدجاج واللحم مع البصل باه يتنكه لنا ويشرب البنه تاع البصل. نزيد عليهم الجامبو. هنايا الجامبو درت غير النص، والنص الاخر غادي تشوفوا اش غادي ندير به من بعد. ملحت هكا البصل يطلق لنا الماء تاعه. زدت الفلفل، وهنايا الكركم والعود تاع القرفه ونجمه الارض ولا الباديان وبابريكا. هنايا ندير مغرف ونص تاع طماطم مصبره ولا طماطم مركزه. كونسونطري دو طوماط. هنايا مغرف ونص كيما راكم تشوفوا الصوره، يعني راهي واضحه. وراني مديت من هاد الحريره لجارتي، هي مغربيه عجبتها بزاف. ندير شويه فص، شوفوا نص فص تاع توم، ولا كان فص صغير احسن. قلحت منه هذاك اللي يكون خضر في الوسط. وهنايا بديت نحرك في اللحم مع هذيك الطوماط كونسونطري. زدت عليهم 2 حبات تاع طماطم، يعني قلحت لهم الجلفه باه ما تجيش، باه ما تطلقليش هذيك القروصيه تاع الطوماطيس، تقلعوا لها الجلفه. وتقعدي تحركي هكا. زدت الكرافس بعد ما غسلته غايه، هو والقزبر والشط تاع النعناع وشويه تاع الحار. القزبر هنا كاع في الكميه تاع الحريره ديتها ربطه. درت الحمص مع الفول، اختياري. كاين اللي ما يبغيش يدير الفول، انا نفضل ندير فول باه تجيني الحريره ثقيله. درت 3 حبات تاع البطاطا، بصح كي غادي نمرس الحريره الخضره تاعي نقلع 2 حبات نوخرهم على جهه ونمرس غير هذيك الحبه. ودرت زروديه درت كميه لاباس بها باه تجيني الحريره حلوه. درت عاود 6 حبات، ومرقت ب2 لتر تاع الماء.
هنايا خليت المرقه تاعي تغلي، عاد باه بلحت لا كوكوط تاعي غادي تقعد واحد 20 دقيقه. جبت هنايا البول، درت فيه عصره تاع الليم باه نوجدو التدويره ولا الخماره تاع الحريره. درت 2 مغارف بومبي تاع الفرينه، هنايا عندي شويه تاع الكرويه على راس المغرف، فوالا، ولا مغرف صغيره، انا كانت المغرف كبيره درت غير شويه على راس المغرف. نتوما المغرف تاع القهوه ديروا مغرف. درت هذيك الكميه تاع الجامبو اللي وخرتها، هنايا الكركب والبابريكا والفلفل والملح، وغادي نزيد من بعدها شويه تاع طوماط كونسونطري. هذا هو هنايا البنه راهي في التدويره. شوفوا هادو كاع جميع الاسرار راني شاركها معاكم. انا غير على راس المغرف تاع الطوماط، ماشي بزاف، معجون الطماطم باللغه العربيه. راني نهضر معاكم كي راكم مقابليني ونفهم فيكم ماشي فوالا. ودرت كاس تاع الماء كيما راكم تشوفوا خواتاتي، ضفت عليهم شويه تاع القزبر وورقه تاع النعناع وميكسيتهم. والمكون الاخير هو راس مغرف تاع خماره، غير شويه. نجو هنايا لراس الحانوت تاع الحريره. شوفوا عندي 3 مغارف كرويه، انايا راس الحانوت نخلطه وحدي، هذه لمستي الخاصه. عندي 3 مغارف كرويه، تبعوني مليح في راس الحانوت تاعي كيش ندير له، ولا كيف هذا هو العبر اللي نخدم به. وندير غير كميه صغيره، ما خلطش كميه كبيره. عندي 2 مغارف قرفه، ولي تبغي تشري من عند العطار تشري من عند العطار. انا نفضل نخلطهم لروحي. 2 مغارف قرفه نضيف عليهم مغرف ونص تاع سكنجبير. زدت خليط بين زريعه البسباس وحبه الحلاوه، كنت طاحنتهم. درت مغرف، يعني زريعه البسباس وحبه الحلاوه نصف نص، درت مغرف هنايا. والقزبر، زريعه القزبر درت نص مغرف مطحونه. وهذا هو راس الحانوت خواتاتي اللي نخدم به الحريره ولمستي الخاصه. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم. هاك نخلطهم في ساشي ونديره في البقال تاعي ونحتفظ به وقت ما احتاجت الحريره راني ندير. هي نخلطه غير بكميه صغيره باه تقعد لي الريحه تاع لي زيبيس ما تروحش. شتو كي نحلو البقال ونعاودو نبلعوها شقفه سيرتو رمضان بالخف تروح. دونك انا نفضل نخلط غير كميه صغيره. بعد ما طابت الحريره هنايا صفيتها. شوفوا انا ما نميكسيش الخضره بالميكسور، نمرسها في الكسكاس، ولا اللي ما عندهاش الكسكاس ولا ماشي ما عندهاش الكسكاس. انا ما عنديش المولينات ايطاليان هذيك اللي كنا نطحنوا بها باه نديروا لا بيغي تاع البطاطا، هذيك تطحني فيها. اللي ما عندهاش هذيك تمرسها هكا في الكسكاس باه الخضره تهود. والحريره تجينا حمراء ما تجيش صفراء، لاخاطش كي تطحنوا بالميكسور غادي تجيكم صفراء وتولي كيما الفولوتي، ما تجيكش حريره. هنايا درت عود مغرف تاع راس الحانوت، درت نصف كميه تاع القزبر اللي بقات لي، وزدت هذاك اللحم ودرتهم على النار. زدت عليهم 2 مغارف تاع التشيشه ونخليهم يغلوا حتى طيب من التشيشه، عاد باه نديرو التدويره. ان شاء الله يا ربي نكون خفيفه عليكم ما تقلش. وهذه اعتمدوها لسنا رمضان وادعوا لي اللي عجبتها الوصفه وعجبتها البنه تاع الحيره تدعي لي في الافطار. نروحوا للسر الثالث تاع هنايا تاع الحريره. هنا عندي لو بور اسكارغو، اللي ما عندهاش لو بور اسكارغو تخدمه وحدها، دير الدهان والمعدنوس والثوم
وتميكسيهم غايه. ونزيد هنايا فانيك طرف تاع الدهان، يعني طبيعي، نكهه طبيعيه. شوفوا فوالا خواتاتي، بعد ما خمرت لي الخميره تاعي هنايا، شوفوا نضيفها على المرقه بعد ما طبت الشيشه. وهنا نكون شاركت معكم جميع اسرار تاع الحريره. اللي ما عندهاش اللحم تاع قلت لكم تاع البقري، دير غير نص دجاجه ولا طرف تاع دجاج. هنايا قلت لكم 12 شخص، وانتم على حساب الافراد تاع العائله. ها هي الحريره تاعي، خلوها تغلي غايه باه طبنا هذيك التدويره تاعنا ولا الخماره تاع الحريره. وماكم عارفين الفرينه باه تشربها كاع المرقه وتتنكه بالحريره. وها هي الحريره تاعي.